السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله راح نديروا طاجين السلق بالزيتون، وصفة اقتصادية فقط بربع صدر تاع دجاج ميم با. راح نديروا والسلق ربطة تاع السلق، انا ديت ربطة كل واحد وعلى حساب العائلة تاعو. راح نديروا طاجين السلق للناس اللي تحب المراقي واللي تحب التغميس. هذه الوصفة ليكم سيرتو مع زمان تاع الشتا، وصفه بزاف شابه وتجي بنينه كيما تاع زمان. نتفكروا من داك طواجن تاع زمان اللي يكونوا مجمرين بنتهم بنا. راح ان شاء الله نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق الى عجبتكم الوصفه، فضلا وليس امرا. وراح ان شاء الله نبدا في الوصفه. بسم الله. انا عندي السلق كنت غسلته، هذه عندي هنايا زوج ربطات كنت غسلتهم مليح ونشفتهم ودرتهم في الطاجين، نقصي للنار وخليهم يطيبوا حتى ينحيو كامل هذاك الماء الزايد، ما تزيدي له والو. انايا كنت نص خدمت بها ونص خبيته في الكونجيلاتور كي نحتاجو نستعملو. انا هنا بديت اقل من ربع صدر تاع الدجاج، كنت قطعته رقيق ودرت السلق هذاك وبريسك زوج مغارف تاع المايزينا ولا الفارينه ولا خبز مرحي اللي عندك ديري. ديت الفص تاع الثوم والعصره تاع نص حبه تاع القارص ولي زيبيس. كنت درت عكري الحلو ودرت كمون توابل الدجاج ودرت شويه تاع فلفل الكحل والزنجبيل وكما قلت لكم الملح وفص تاع الثوم، ونديرهم كامل في لاشواغ مع هذيك السلق. ومن جهه واحده اخرى الاشوار ما غسلتهاش ودرت فيها حبه بصل متوسطه مع حبه تاع طوماطيش كنت قطعتهم عفوا رحيتهم في لاشواغ بصح ما خليتهمش مرحيين ملاح، خليتهم شغل باينين كما شفتوا. وهنايا اديت شويه تاع الزيت، دهنت ايدي ولا الطبسي ولا البلا اللي حندير فيه الكرات تاع السلق. هنايا ديري كرات ولا صبيعات كيما حبيتي ديريه بهذه الطريقه، وراح هذا الدولمه شغل دولمه تجي بنتها بزاف هايله. ميم هذاك السلق مع الدجاج وهذوك لي زيبيس راح يعطي له بنه هايله. انا نكمل نكور كامل الكميه اللي عندي ونكملوا الوصفه تاعنا. شوفوا وعندي طاجين تاع الفخار. الا ما عندكيش طاجين الفخار ديري طاجين عادي ثقيل ولا طاجين اللي موالفه طيبي فيه ميم لا كوكوت تصلح معك. المهم انا درت فيه الزيت ورايحه نديرو على النار يسخن لي طاجين مليح باسكو في الاول راح نقلي ليبول. شوفوا هنايا قلي ليبول سخني الطاجين مليح وديري فيه الزيت باش ما يلصقش معك. انا في الاول كان لصق لي باسكو الزيت كان ناقص لي شويه وكنت سلكتها كما يقولوا. وشنو هنا خدمي بالمغرف تاع اللوح ولا تاع السيليكون باش ما يتخسرلكش الطاجين. المهم بداية تحركي كل مره بهذا الشكل باش الكرات ما يغسلكش الشكل تاعهم. وكما قلت لكم ضروري انكم تسخنوا الطاجين بيان باسكو ومن بعد هذيك البنه هي اللي راح نقليو فيها البصل مع الطوماطيش. نقليو هذو ليبول حتى يحكموا رواحتهم. ومن بعد شوفوا كيفاش قلت لكم الطوماطيش والبصله ما لازمش تكون محرحره بزاف. ونبدا نقلي هذيك الطوماطيش مع هذيك الثوم، فص تاع ثوم صغير ودرت معاهم حبه متوسطه تاع البصل ورايحه نقلي كامل غير بالعقل باش ما يتكسروش معاك هذوك الكرات تاع السلق بالدجاج باسكو هنا راهم طرايه ويجوا بزاف اضعاف. شوفوا وتبداي تقلي. وهنايا ملاحظه هذا طواجن حاولي انك ومن بعد طيبيهم على نار هاديه ما تقويلهمش للنار باش ما يطرطقش معك الطبسي، وسخنيه مليح قبل ما تمرقيو والماء يكون سخون ضروري باش ما يتكسرش معك. وهنايا نفس التوابل اللي درتهم توابل الدجاج، نحيت فقط الكمون زنجبيل ودرت فلفل الكحل وزدت الفلفل الاحمر الحلو وزدت شويه حار باش يعطيني هذيك البنه باسكو انا ومن بعد راح ندير الحرور بصح ما فيش بنه حاره شغل فلفله. المهم نبدا نخلط كامل لي زيبيس. وهنا ملاحظه ما ديريش الملح، انا ما درتش الملح، درت فقط في ليبو تاع الدجاج وما كثرتش غير قيس الدجاج لانه السلق كيما نعرفوا مالح. حذاري انك ديري في لاصوص الملح باسكو من بعد حين نزيدو نديرو الزيتون والزيتون كيما نعرفوا يطلق الملح تاعو.
المهم قلي مليح هذيك البصله مع الطوماطيش. توجور انا نعاود ننصحكم ونعاود كي تخدموا بالسلق ما تكثروش الملح، وكي ديروا دولمه تاع السلق بهذا الشكل ما ديروش الملح باش ما تجيكش مالحه، السلق راهو مالح. نقليوه مليح، شوفوا حتى اللي تذبل معك هذيك البصله وهذيك الطوماطيش صايي تحرحروا. شوفوا هنايا رايحه نمرق كما قلت لكم، ضروري انك ديري الماء سخون. هنايا مرقي نص الطاجين، ما تكثريش الماء باش من بعد كي يبدا يغلي ويطبخ معك ما تدفكش معك هذيك لاصوص وتسيح. شوفوا نمرق انايا ون خلطي هنايا باش ما يلصق معك حتى حاجه. شوفوا فوتي كامل على الطاجين ورايحه نزيد كما قلت لكم الحرور. هنايا راح يعطي له بنه بزاف هايله. وعندي الزيتون هنايا فيولي مع الفيغي، لا عندك الاخضر وحده ولا الفيولي ديري، ماشي ضروري انك ديريهم الانواع في زوج، ولكن انا نحب في هذا الطواجن الزيتون الفيولي يعطي له بنه بزاف هايله، سيرتو كي ديري ميلونج بينه وبين الاخضر. نغطي عليه وكما قلت لكم نقصوا شويه للنار، ومن بعد رايحه نزيد ندير الحرور. شوفوا هنايا كنت درت الحرور وهناني منقصه للنار مخلياته على نار قليله حتى اللي يطيب. شوفوا هنايا كيفاش راهو طاب معايا باسكو الزر تاع الدجاج ما فيش الروح، مام هذاك السلق وهذيك البصله مع الطوماطيش راهي محرحره وراهي طايبه، ما تديش معك وقت كبير، ما با 20 دقيقه راح يطيب معك. شوفوا كيفاش راهو طايب. هنايا رايحه ندير المعدنوس. الطاجين تاع الفخار قبل ما تطفي النار خلي شويه لاصوص باسكو ومن بعد راح يكمل طيابو كي تطفي النار، لانه ثقيل والحجر كيما نعرفوا يشد النار. شوفوا انا كيفاش راني مخليه لاصوص، ومن بعد كي نطفي ويبرد معايا راح لاصوص تجينا مجمره وتجينا سواسوه، على عكس انك تكملي له طيابو وتنشفيه ومن بعد راح يزيد يكمل الطياب راح ما تلقايش لاصوص. المهم انا زدت درت الرشه تاع المعدنوس. شوفوا نقرب معكم الكاميرا، بنتها بنه وتجي لاصوص مجمره وخاطره مع هذاك الزيتون الفيولي، سيرتو الفيولي عطالو بنه بزاف هايله. وهذا راهو زمان تاع البرد لازم نديرو هذو لي صوص وهذو طواجن اللي يجوا مجمرين في زمان تاع الشتاء. راح نبدلوا شويه من القليان وكل شيء طيب. المهم نرجعوا لبنه الزمان. شوفوا كيفاش راهو الطاجين هنا من بعد اللي برد تماما، شوفوا كيفاش لاصوص تبقى فيه. على داك الشيء قلت لك طفي قبل ما تنشفي لاصوص باش من بعد كي يبرد معك راح يجيك اسواسوا. نقرب معكم الكاميرا. شوفوا هنايا كيفاش لاصوص راهي خاطره وراهي مجمره. ورايحه نقسم معاكم هذوك لي بول كيفاش طرايه. شوفوا كيفاش طريه، شوفوا هذيك لاصوص كيفاش راهي خاطره. شوفوا هنايا الصدر تاع الدجاج مع هذاك السلق يجي طايب ويجي اطري. هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم. وصلنا لنهايه لا فيديو، نتمنى الوصفه تعجبكم وراح ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله. سلام.